بيبدأ الفيلم في ميامي، في أحياء فقيرة جدا هناك مليانة ضغط وعنف. في طفل صغير اسمه شيرون بيجري في الشارع ويحاول يهرب من شوية عيال بيجروا وراه. الواد باين عليه جسمه ضعيف وصوته واطي وطريقته في الكلام حتى مختلفة، وده مخليه صيدة سهلة لأي حد يتنمر عليه. الطفل ده الناس بتناديه ليتل عشان هو حجمه صغير، وده مش مجرد دلع أو كده، ده طريقة يعني. وهو صغير في كل حاجة، بحجمه وصوته وفي قدرته على الدفاع عن نفسه. بيستخبى دايما في بيت مهجور وبيقفل على نفسه الباب وبيفضل ساكت. الخوف عنده مش لحظة، ده زي حالة مستمرة. في اللحظة دي راجل اسمه خوان اللي هو مارشال علي قابله، وده مش راجل عادي، ده تاجر مخدرات عنده نفوذ كتير في المنطقة والناس بتترعب منه. لكن لما يشوف الواد الصغير ده تعبيره بيتغير وبيحس ان هو زي كأنه ابنه كده، فبياخده معاه بيأكله ويحاول يفهمه كده. لكن شيرون ما بيتكلمش خالص، مش لانه مش عايز، بس هو مش متعود ان حد يسمعه، ودايما الكل بيتنمر عليه. خوان ده بيوديه لبيته، وهناك بنقابل تريزا، ودي ست هاديه جدا وحنينه بتعامله كانه ابنها من غير ما تساله اسئله كتير. ببطء كده شيرون بدا يحس بحاجه جديده عليه، وهي الامان. في يوم كده شيرون بيسال خوان سؤال بسيط بس تقيل: هو يعني ايه كلمه فجوه؟ الكلمه دي مش معناها شتيمه بالاجنبي، والناس كانوا بيقولوها له، وده كان بيحصل له كل يوم. الناس بيقعدوا ينادوه بيها بس فاهم انها اهانه، بس ما يعرفش معناها ايه بالظبط. فالراجل قعد معاه وقال له: بص، مش لازم تسمع كلام الناس، وانت اللي بتحدد بنفسك ايه اللي تستقبله ايه لا. المشي ده مهم جدا لان هو من اول مره حد يديله تعريف لنفسه مش مبني على الاهانه. لكن في نفس الوقت شيرون بيكتشف حاجه: ان امه باولا مدمنه مخدرات وبتاخد من نفس النوع اللي اخوان ده بيبيعه، اللي هو الراجل اللي لقاه. وهنا بيظهر اول تناقض غريب في حياته: الراجل اللي بيحميه جزء من سبب دمار امه اصلا. وباولا دي شخصيه مضطربه جدا، مره تبقى هاديه ومره تتحول لشخص عصبي جدا، وصوتها يعلى وعينيها تبقى حاده، وتطلب الفلوس من شيرون بطريقه قاسيه. وشيرون وهو طفل برضه ما يقدرش يعمل الحاجات دي، بيتحط في مواقف اكبر من سنه بكتير، لا عنده ام تحتويه ولا عالم فاهمه، فبيفضل يهرب لاخوان وتريزا دول، وحياته بقت بينهم على طول. في مشهد كده مهم على البحر، اخوان بيعلم شيرون العوم، والميه هنا مش بس ميه، دي لحظه ولاده تانية زي ما بيقول. في لحظه معينه لازم تقرر انت مين. اخوان قال له كده، والجمله دي بتفضل جواه حتى هو مش فاهمها بالكامل. بعد كده الجزء الثاني شيرون بقى مراهق خلاص. الشابتر الثاني كان جسمه لسه ضعيف بس جواه بقى اتقل، والسكوت بقى اعمق فعلا، والنظرات بقى فيها حذر. التنمر لسه مستمر بس المره دي اشد. في ولد اسمه تحديدا تيريل بيقوده كده دايما، وبيحول حياته لجحيم يوم. طول الوقت مستلمه وعمال يطلعه على خشبه المسرح. وفي البيت الوضع اسوأ، لان امه باولا دي لسه غرقانه في الادمان، وبتصرخ وتهينه وتضغط عليه عشان الفلوس. فشيرون كده بقى محاصر من الشارع ومن البيت ومن نفسه حتى. وفي وسط ده كله كده بيظهر شخص معين اسمه كيفن. كيفن مش زي باقي العيال، ده عنده ثقه دايما وبيعرف يتعامل مع الناس، وكمان الواد ده حنين، يعني مش قاسي زي بقيه الاطفال. في لحظه هدوء على البحر كده الاتنين بيقعدوا سوا بالليل، والليل كان هادي وصوت الموج حواليهم، والكلام بينهم كان بسيط شويه. وبعدين فجاه في لحظه صادقه كده كيفن بدا يقرب منه، وشيرون بدا يتوتر ان حد بيقرب له كده. وفي اللحظه دي ما بتستمرش كتير، بس بدا يبوسوا بعض. وفي تاني يوم تحت ضغط من تريل كيفن بيضطر يضرب شيرون، يعني الولد المتنمر اللي كان محاول حياته جحيم ده خلى الواد اللي باسه يضربه قدام الناس كلها. فالمشهد ده بيكسر حاجه جوه شيرون، مش بس لانه اتضرب، ده اللي ضربه الواد اللي كان بيحبه. وبعدها شيرون بيسكت، بس السكوت المره دي مختلف. في لحظه انفجار كده بيقرر يرد، فبياخد كرسي وبيروح لتريل ده الفصل، الواد المتنمر الكبير، واداله علقه قدام الناس كلها. وده مش مجرد انتقام، ده اعلان ان هو مش هيفضل ليتل تاني او عيل صغير تاني. لكن النتيجه كانت ايه؟ شرطه واتسجن وانتهت المرحله بتاعته كمراهق. نيجي بقى على الشابتر الثالث في الفيلم واخر جزء فيه، بلاك. الشابتر ده بقى اسمه تريفنت رود. ظهر راجل كده جسمه ضخم وصوته اهدى بس قاسي شويه، والواد الصغير اللي كان بيتنمروا عليه والمراهق بقى حد تاني خالص. طريقته مختلفه، بقى تاجر مخدرات زي اخوان اللي رباه، وكانه اخد القالب جاهز زي ما بيقولوا، وحتى اللبس. بس فرق اخوان ده كان عنده حنيه، انما بلاك ده عنده جدار او حاجز كده ما يقدرش حد يقرب له الا لو في علاقه قديمه، وعايش دايما لوحده وعلاقاته سطحيه وكلامه حتى قليل. لكن في حاجه لسه جواه ما اتغيرتش. في يوم كده التليفون بيرن، فكيفن بعد سنين طويله بيتصل بيه، الواد اللي هو باسه زمان وهو صغير، والصوت لوحده كان كفايه يرجع كل حاجه. كيفن بيقول له: ايه يا عم انت فينك؟ انا في مطعم كده وعايز اشوفك. فبدا بلاك يتردد شويه، هل يرجع للماضي والايام القديمه دي؟ فحتى هو لو حن للماضي، ما كيفن ده ضربه مره وهو صغير حتى لو بمساعده حد تاني. فبدا يروح للمطعم وقال لك خلاص انا هروح، والمطعم ما كانش بعيد قوي يعني، بس في سنين من الذكريات في عقله يعني. ودخل وشاف كيفن مش نفس الشخص، لكن هو الكلام بينهم في الاول كان عادي سطحي كده شويه، لكن كانوا بقى باين ان هم متوترين قوي. كيفن قال له: بقول لك ايه، انا هعمل لك شويه اكل تمام ونقعد كده نتكلم شويه، انت وحشني يا عم. وبعدين السؤال بيجي، قال له: هو انت كويس؟ فبلاك فضل ساكت كده وما ردش عليه. وفي العربيه بعد كده الصمت بدا يرجع تاني، وكان الموضوع مختلف شويه. ولما وصلوا بيت كيفن الحواجز بدات تقع خالص. بلاك قال له: على فكره انت الراجل الوحيد اللي لمسني، محدش في الحياه لمسني غيرك. فالجمله دي بتكشف كل حاجه، ان الراجل ده مش بقاش قاسي ولا حاجه، ده هو كان عامل زي غطا كده حوالينه او كفر، وكل القوه دي كان بيدافع بيها عن نفسه. وفي النهايه بلاك بدا يحط راسه على كتف كيفن
مشهد بسيط شويه بس تقيل، كانه رجع الطفل ليتل تاني. الفيلم ما بيديش حل في النهايه، ما بنعرفش اصلا هما بيكملوا ازاي ولا هيعيشوا مع بعض ولا لا، خصوصا ان كيفن ده اتجوز وخطب وما نعرفش حتى الدنيا هتتغير ولا لا. بس الاهم من ده كله ان شيرون لاول مره بقى صادق مع نفسه زي ما كان ناصحه خوان في الاول. وفي الاخر الاحساس اللي بيفضل ان في ناس بتكبر وهي بتخبي نفسها، واوقات اسهل حاجه مش الناس بتعمله فيك لكن اللي انت بتعمله في نفسك عشان تعيش. تعالوا بقى اقول لكم كده يا جماعه تحليل الفيلم ده ونقفل. الفيلم ده يا جماعه اسمه مون لايت 2016. انا شفته على فكره اول ما نزل من 10 سنين. انا يعني اتخيل شويه ان انا متابع جيد للسينما. تعالوا بقى اقول لكم التحليل. اولا شيرون ده مش شخص واحد، هو 3 نسخ من نفس الانسان، ليتل وشيرون وبلاك. وده مش تقسيم زمني بس، تقسيم نفسي كمان، لان الطفل ده بيمثل الخوف والبراءه، والمراهق بيمثل الصراع والارتباك، والراجل الكبير بيمثل القناعه والاسى. شيرون مش بيتطور بشكل طبيعي، ده بيغير جلده عشان ينجو. في اول الفيلم شيرون لما بيطارد من كل حته بيتعلم بدري ان الشخص الضعيف بيتكسر دايما، فبدا يبني نفسه مش على اللي هو عايزه لكن على اللي يخليه يعيش من غير ما يتاذي. وده واضح جدا لما تحول في الاخر لبلاك، ان هو بقى جسم ضخم وعضلات ومهتم قوي بالمظاهر اللي هي تبين ان الشخص قوي، زي ان هو تاجر في المخدرات، وبقى نسخه شبه الراجل اللي انقذه زمان لكن بدون الرحمه اللي جت عنده. تاني حاجه بعلاقته بكيفن اللي هي قلب الفيلم اصلا اللي هو بيناقشها. يعني الحب ده مش معلن، مش مفهوم بالكامل ومليان خوف. يعني في مشهد البحر مثلا اول قرب حقيقي بينهم، شيرون بيحس بحاجه جديده ان هو بدا يطمن لفلان، لكن بعدها كيفن ده بيقلب عليه ويضربه قدام الناس. وده واحد من اسهل لحظات الفيلم نفسيا، لان الرساله وصلت لشيرون ان حتى اللي بيحبك هيأذيك عشان يعيش، فانت لازم تبقى انت قوي. واخر حاجه معانا او رابع حاجه يعني الام. ده الجرح الاول. شخصيه الام معقده جدا، ست مدمنه وعنيفه ومش مستقره، لكن في نفس الوقت فيها لحظات ضعف حقيقيه. المشكله ان شيرين عمره ما اخد منها حب او دعم او كده خالص، وده خلى عنده فجوه كبيره، مش عارف يعني ايه يتحب بشكل طبيعي. وده بيأثر على كل علاقاته بعد كده. وخامس حاجه معانا جوان او خوان الاب البديل اللي هو لو هو صغير، ده اول حد يحتويه يعلمه الثقه، اول حد يقول له انه مش لازم يحدد نفسه بكلام الناس. ودي برضو كانت مهمه قوي في الفيلم. لكن المفارقه هنا ان هو حتى لقى اللي بينصحه تاجر مخدرات، وجزء من السبب في انهيار امه. يعني الاب المثالي في حياته كان ناقص، وده بياكد فكره ان مفيش حد كامل، كل حاجه مشوهه شويه. سادس حاجه معانا الصمت، وده اللغه الاساسيه. الفيلم كله تقريبا نظرات وسكوت ومسافه، فشيرون شخصيا ما بتتكلمش كتير، بس ده مش ضعف، ده نتيجه خوف وعدم امان وفهم. فالصمت بتاعه زي كانه تعبير، فاهمين ازاي؟ وبعد كده معانا اللقاء الاخير ده معناه ايه. لما اتقابلوا في المطعم كيفن كان بيساله انت كويس. السؤال ده كان بسيط بس هو اول مره حد يساله، واول مره يفكر يجاوب بصدق. ده معناه ان هو فعلا ما لقاش نفسه غير مع الواد ده. ولما قال له انت الوحيد اللي لمسني، ده كان اول مره يعترف بحاجه ان هو يعني كابتها جواه طول السنين دي. والنهايه برضه ما قدمتش حل سعيد، ده مش نهايه تقليديه ولا نهايه حزينه، بس في لحظه صدق حصلت. لان الفيلم بيقول لك اوقات انك تواجه نفسك ده اكبر انجاز. فالفيلم دايما بيناقش الهويه والذكوره والسود في امريكا والمثليه، لكن في العمق هو بيحكي ان الانسان ممكن يقضي عمره كله بيحاول يبقى حد تاني. فيعني ببساطه كده الراجل ده اتربى على الخوف وتشكل بالقلم وتعلم يخبي نفسه، فعاش بواحد بيتاذي، واحد مكسور، واحد بيستخبى، لكن في الاخر هو لسه عايز يتحب ولسه مستني يتشاف. ده كان الفيلم يا جماعه. الفيلم ده بيتكلم اسمه 2016، واظن هو خد فيلم السنه سنتها، رغم ان 2016 دي كانت سنه تقيله جدا جدا على فكره من ناحيه كل حاجه، كانت سنه سينمائيه تقيله. بس انا يا جماعه قناه ملخصات من الاخر. لو انت عايز اي فيلم معين قول لي هعمله لك واكتبه لك في الكومنتات. لو انت عايز مثلا شايف ان انا بنزل حاجات اباحيه او كده، لا يا جماعه خالص، القناه مش غرضها كده. بس حط نفسكم مكاني، لسه ببدا، بحيث ان انا عايز اتشاف من الناس اكتر، وده اكتر حاجه بتتشاف. بلس انا ما طلبش مني فيديو وما عملتوش عشان تقول لي مثلا انت استسهلت وعملت اباحه. وحاجه تانية معانا يا جماعه، المواقع والحاجات بتاعت الاباحه الصرف بقت معرضين انكم تشوفوها في اي حته، حتى اطفالنا متعرضين ليها. فما تجيش على قناه انا عاملها اصلا الافلام مش كل الاطفال يعرفوا يشوفوا ملخصات الافلام. لان مثلا لو فيلم فيه زومبيز، في واحد بيحبس بنته في اوضه، الحاجات دي مش طبيعي طفل يشوفها. فما تجوش تمسكوا في دي بالذات ان انا كده اللي بنشر الفساد، لا. يعني اليوتيوب اصلا بتاع الاطفال ده بيعملوا حاجه اسمها يوتيوب كيدز، وفي تصنيف معين الالجوريثمز ما بتقترحش لكل الناس اللي هم عايزينه، او الخوارزميات. تاني حاجه معانا يا جماعه، انا لا يعني عملت انواع كتير جدا عادي، بس انا لقيت ده بيتشاف اكتر لحد ما نحقق الربح. بعد شهر مثلا نبدا نشوف بقى الدنيا ايه عباره عن ايه. تمام. عامل ليكم صاحب على الايفون عايز تكسب، وصل الفيديو 40 لايك واختار واحد من الكومنتات. ولو وصلنا 200 سبسكرايبر اختار واحد بالليل. واشتغلوا كده يا جماعه معايا في السبسكرايبرز والحاجات دي، لان انا لسه بشوف القناه يعني في فيديوهات بتتشاف قوي، فيديوهات لا، ولا فيديوهات اقترحت الاجانب وبتاع. فعلى قد ما نقدر عايزين نكمل القناه بشكل محترم يعني. اشوفكم في حلقه جديده، وصلوا الفيديو 40 لايك، ومع السلامه.